والمجاملات، واللي عنده قناه يتكلم منها يقدر يضغط ويعمل ضغط اعلامي، هو اللي بيمشي للاسف في الوقت ده. لازم لا يصح من الصحيح ايه؟ ان مع احترامي الكبير جدا للشخص وتاريخ كابتن حسن شحاته، الناس لما تيجي حد يتبنى قضيه، انت تقول لا كابتن مثلا كابتن سمير زاهر داخل بقلب جامد وبعض اعضاء مجلس اداره في اتحاد الكوره داخلين بقى لا ولازم. طب ما لازم ليه؟ ما هو كابتن حسن شحاته ماشي ليه؟ عشان في الفتره الاخيره فشل في حته ايه؟ في وجوده ان يبقى ان منتخب مصر يبقى يوصل نهايات كاس اول ثاني. هو بقول عشان الكلام واضح. الكابتن حسن قيمه وقامه وتاريخ طبعا. عمل انجاز خلاص شكرا. انت بتقولوا دلوقتي البلد عايزين نعمل جيل جديد وناس تاخد فرصها. تمام، هياخد فرصها امتى؟ الكابتن حسن لما مشي عشان ايه؟ عشان فشل اول مره في تاريخ مصر افريقيا اللي مؤسس الاتحاد الافريقي ان يوصل في تصفيات نهائيات كاس الامم. ان ما نوصلش يا كابتن نهائيات كاس ما نوصلش. تمام؟ ما نوصلش اول مره ما نوصلش نهائيات كاس الامم مع فرق متواضعه جدا. وبعد كده ما حصلش ان وصل كاس عالم. تمام، بعد كده ما حصلش عمل احلال وتبديل اللي الكابتن سمير زاهر كل طلع في كل حته بيرشح من غير ما ياخد باله ان هو كان رئيس اتحاد، وفي الوقت دوت انت كنت رئيس اتحاد وفشلت انك تعمل احلال وتبديل لمنتخب مصر، انك تدخل عناصر جديده زي ما الجزائر وصلت على كتافنا. وبعد كده في خلال الفتره دي فضلوا يوصلوا كاس عالم مرتين ورا بعض. ليه؟ لان حصل احلال وتبديل. في عز ما هو بيوصل كاس عالم غير لعيبه من غير ما يحس، وصل ثاني كاس عالم. وبعد كده ما يفكر تاني بقى بعبع افريقيا دلوقتي. يبقى ده معناه ايه؟ ان هم ماشيين صح. انما انت وانت على راس الهرم الافريقي فشلت انك تعمل احلال وتبديل. ما دي كل دي مش فشل؟ ازاي بقى انت بتيجي تقول لي انا برضو انا كل الاحترام للكابتن حسن، انما انا بتكلم كوره، بتكلم واقع والورقه والقلم. يا كابتن حسن شكرا جدا زي ما الكابتن جوهر الله يرحمه، رغم ان الكابتن جوهر تاريخه اعلى من اي حد مع احترامي ليه، كابتن جوهر اشتغل باقل القليل وما كانش فيه امكانيات ووصل كاس عالم. تمام، واتظلم واتقهر ومات مقهور من جوه بلده. تمام، ولما مات بره بلده عشان برضه نفس اللي بيحصل اللي احنا فينا دلوقتي. انت راجل عندك المفروض لما تيجي حسام حسن حاجه سبحان الله يحطوا غيامه كده انك ما تجيبش سيرته، ما تجيبش اسمه. طب حسام حسن هيمسك امتى؟ الاول كانوا يقول لك اصل لسه صغير، ده دلوقتي حسام حسن دلوقتي 49 سنه. طب هيمسك امتى؟ لما يبقى عنده 60 سنه يقول لك ايه؟ لا احنا له تجديد على لما يجي احنا نمسك. طب يا جماعه احنا الراجل ده وصل كاس عالم، حسام وصل كاس عالم، راجل عمل تاريخ، اكتر واحد هداف مصر، اكتر واحد لعب ماتشات دوليه، اكتر واحد في حاجات كتيره. اسمه يكفي ان هو وتاريخه وشغله اللي عمله مع المنتخب الاردني وتصفيات اسيا، ان تصفيات كاس عالم، ان كل ده كله بتتمحي ليه؟ ليه اشمعنى حسام حسن لما يجي اسمه حسام حسن وابراهيم حسن لازم تبعد؟ اوعى ما تجيبش سيرتهم عشان يا عم احسن يجوا يسيطروا. هي مشكله مصر كده، فاكرين ان احنا بعبع بنيجي بنتجاهل الناس كلها، بناخد احنا الجو الامور الحمد لله الحمد لله. حتى يقول لك بس ده مش هيجيبوا سيرتنا. انا بتكلم بصراحه كبيره جدا يا سيدي، وانا محترم الصراحه، انا سايب حضرتك خالص. انا عارف الناس خايفه انك انت يقول لك ايه، اصل هيقولوا حسام مش هيقولوا انا قائد مجلس او رئيس الاتحاد. هم زي ما كان بيحصل مع كابتن جوهري لما يقولوا جوهري ايام ماتشات الدوليه. احنا يا جماعه مش كده، احنا ناس سهلين جدا، احنا ناس بنحب البلد دي قوي، بنعرف يعني ايه شغلنا بيتكلم انك انت راجل بتعمل كل الفرقه اللي انت مسكتها باقل القليل بتعمل بشكل كويس، بتعمل نتائج، بتطلع عناصر لمنطقه اللي مش الفرقه اللي احنا فيها، عناصر لمصر والتاريخ. ومش انا اللي اقول الاسامي، بتبني فريق. انت دلوقتي مطلوب منك يا كابتن سيف انك تبني فريق جديد. مين من الاسامي اللي الناس عماله تفصل اللي هي عماله تجامل يعرف يبني فريق؟ معلش مع احترامي، مين بنى فريق؟ ده في ناس هدمت فريق. انت راجل في كل مكان بتبني فريق. انت راجل عارف يعني ايه كاس عالم، عارفين يعني ايه ريحه كاس عالم، عارفين يعني ايه وصول كاس عالم. فالراجل حسام حسن قبل ما في ناس اللي كانوا عاملين يرشحوهم دول، حسام حسن مدير فني قبل ما هم يبقوا مدير فنيين، كان في ناس منهم مدرب عام ومدير كوره في نفس التوقيت، كان حسام حسن مدير فني.
قبلها ب5 سنين قبل الناس ما يبقوا مدير يعني كابتن حسام مدير في فني ناس بتمسك مؤسسات بس، في ناس بتمسك مؤسسات بس، ما ينفعش يمسك نادي جماهيري. وفي ناس كانت كبيره بتمسك نادي جماهيري وانهارت وما قدروش ورجعوا تاني للمؤسسات. اسامي في ايه بس مش عايز اقول اسامي. تمام. فانا بقول ان حسام حسن الاوان وحسام حسن ياخد حقه لما بنتكلم كدوله على راس الدوله. سياده الرئيس فتح السيسي الراجل اللي بيحب ويشجع الدنيا كلها وعايز البلد تقف على رجليها، وفي رئيس وزراء راجل كروي وراجل مسكنا وعارف يعني ايه تاريخ كل واحد. لازم كل واحد ياخد حقه. انا بتكلم بامانه، انا عمرنا ما اتكلمنا على لينا ولا عايزين ولا نعمل، بس انا الاوان ان احنا ناس بنحب البلد دي وعارفين يعني ايه شغلنا وعارفين يعني ايه نقدر نعمل منتخب وعارفين يعني ايه نقدر تشتغل وتوصل بيه كاس عالم. وجهه نظر يا كابتن ابراهيم محترمه، وبتمنى لك كل التوفيق حضرتك والكابتن حسام حسن، وبشكرك شكرا جزيلا. كابتن ابراهيم حسن مدير الكره بنادي الاتحاد السكندري.